الرجل أول ما يخلي الأولوية البيت تخرب العلاقة. اعطيني شويه الله سبحانه وتعالى خلقه فطريا هو يهتم بالإنجاز والعمل ويهتم بالحماية والرعاية بس. لكن أول ما يوصل مرحلة أنه يفكر في زوجته وأولاده دائما، فهذا دخل في حال ضعف شعوري جدا، يدخل في قلق، يدخل في اكتئاب، يدخل في حزن. ما يناسب الشيء هذا، ما يصلح. نعم، يرعاهم الرعاية المادية، يهتم فيهم، لكنه في العمل 24 ساعة يفكر فيهم ما ينفع. تخيل العسكري في الحد الجنوبي مثلا 24 ساعة يفكر في زوجته وعيال، هذا كيف بيقاتل؟ ولا مهندس في مشروع ولا مبرمج، ما يعني هو هذا شيء ضد فطرة الرجل، مش طبيعي للرجل انه يكون بالشكل هذا. ولا فهم المرأة أولويتها البيت يعني بناء على شوف، الأنثى إذا ارتاحت في الزواج هي تزهد في الأهداف، هذه فطرة الأنثى كذا. يعني فكرة الطموح وتحقيق الذات خارج المنزل هذه تصير من مهمة. هاي انت لاحظت انه كثير من البنات لما يتزوج تكون شاطره ودراستها وناجحه في عملها، اول ما تتزوج ممكن أكثر من 1000 سيدة ناجحة، بعضهم سيدات أعمال وعلى مستوى عالي من ماسكين مناصب ومديرات تنفيذيات، كلهم يشتركون في نفس الشعور. يعني لو ما سمعتها بإذني يمكن ما كنت أصدق. تقول ودي إني أجلس في البيت وإن في واحد يرعاني وإني أتفرغ للأولاد، يعني أعمل عمل كذا خفيف يناسبني. هو هذا الفطرة تبعها. لكن احنا الآن في زمن يعني محتاجين المرأة تشتغل زي ما الرجل يشتغل، فاحنا نقول تعملين لكن بمشاعر أنثوية، بعمل يكون يناسب الأنثى أكثر. يعني الحالة التنافسية مثلا هذه تناسب الرجل ما تناسب أنثى. الأنثى عندها قوة مثلا في المشاريع بالبزنس اللي فيه خدمات، رائعة جدا في الشيء هذا. أي بزنس فيه علاقات خدمات ممتاز. لكن تدخل مجال العقار، تدخل مجال مثلا تصنيع، حيكون عليها هدك عالي.